السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا فيديو مختلف، فيديو جميل، فيديو ذات طابع خاص، فيديو تحفة، ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل من كده، ألا وهو أنواع دكاترة ومعيدين كلية الهندسة. في الفيديو ده هنعرف إيه أنواع الدكاترة والمعيدين في كلية الهندسة. مش بس كده، لأ، هنعرف إزاي نتعامل معاهم، إيه الوصفة السحرية للتعامل مع دكاترة ومعيدين كلية الهندسة. طبعا في الاول خالص قبل ما نبدا نتكلم عن اي حاجه، في ناس طبعا دكاتره ومعيدين محترمين جدا جدا على راسنا من فوق، ناس يعني قمه الاخلاق والادب والعلم وكل حاجه حلوه. بس في ناس طبعا زي ما احنا عارفين، يعني بلاش هنتكلم عليهم، هنسيب الفيديو هو اللي يتكلم عليهم. طيب يلا بينا واحده واحده كده نشوف ايه الانواع، او ايه انواع دكاتره ومعيدين كليه الهندسه. يلا بينا. طيب مبدئيا كده، انواع دكاتره ومعيدين كليه الهندسه هم نوعين. في النوع الميل والنوع الفيميل. جميل، يعني انت ممكن ربنا يرزقك بمعيد او معيده او دكتور او دكتوره. تمام، فطبعا كل حد من دول بيبقى ليه كاركتر مختلفه، ليه شخصيه مختلفه، ليه اسلوب معين في التعامل، ليه يعني حاجه كده لازم تدخل مدخل معين كده تدخل بيه على الدكتور او الدكتوره او المعيد او المعيده. طبعا انت لازم تقرا الاول اللي قدامك، الشخص اللي قدامك لازم تعرف هو انهي نوع من الانواع اللي هنتكلم عليهم، وازاي هتتعامل مع كل نوع من الانواع دي. تمام. طيب. خلينا نبدا بالجنس الناعم. هو مش ناعم قوي، بس هنفترض ان هو ناعم، يعني ربنا يسامحنا على الكدبه دي. بس يعني خلينا نفترض ان هو جنس ناعم. الجنس الناعم سواء دكتوره او معيده ليهم معامله خاصه جدا جدا جدا. يعني انت المفروض تحسسها ان هي ملكه، ما ينفعش تحسسها ان هي وظيفه، لا انت لازم تحسسها ان هي ملكه بذاتها. عارف اللي هو انا ملكه بذاتي، ما ينفعش اقبل اكون وظيفه. بالظبط كده. طبعا لازم يعني تعملها معامله بقى ان هي ايه، احسن واحده في الكون، اجمل واحده في الكون. يعني ماريا شرابوفا بالنسبه لها ولا حاجه. طبعا نيكول كيدمن بالنسبه لها الشغاله بتاعتها. فلازم تحسسها كده حتى لو هي شبه مين، بس يعني اديها وضعها. كلمة السر طبعا في التعامل مع الشخص الأنثوي في كلية هندسة سواء دكتورة أو معيدة، اللي هي أنت خاسة. لازم تقول لها أنت خاسة، أنت شكلك خاسس جدا يا باشمهندسة. يا نهار ابيض، انا عايز اقول لك ان انت دي كلمه سر فعلا، يعني انا شفتها قدام عيني. هتاخد عليها كميه درجات بونص وهيترضي عنك لغايه اخر الكورس. فدي نقطه مهمه، دي كلمه سر تتعامل بيها مع الشخص الانثى، سواء دكتوره او معيده، تقول لها انت خاسه. تمام. الشخص الفيميل في كليه هندسه، طبعا يعني ربنا يعني يسامحنا، او يعني ربنا يغفر لنا اللي هنقوله دلوقتي ده. لازم بيبقى ليهم معامله خاصه خالص زي ما قلنا، بالذات كمان لما بيبقى عندهم ظروف. يعني لما بيبقى عندهم ظروف انت المفروض بتتجنب، حاول تاخد اجازه، حاول تروح في اي حته، حاول تنتحر، حاول ترمي نفسك من الشباك. آه، طيب مبدئيا كده، الفيميل او الانثى في كليه هندسه سواء دكتوره او معيده، طبعا دي واحده همها كله بقى الماجستير، الدكتوراه، تعمل ابحاث، تعمل مش عارف ايه. فيعني حسسها ان هي بقى ايه، يا ما هنا يا ما هناك. اديها وضعها. صدقني انت لو عملت كده يعني هتنول الرضا وهتكسب ثواب كبير قوي. هتحسن نفسيتها وفي نفس الوقت هتحسن درجاتك. جميل. نصيحة برضو تانية أخوية، في فترات معينة كده عند الدكتورة أو المعيدة في كلية هندسة، المفروض دي الفترات دي أنت يعني بتحاول تأفويد أو تبتعد، تتجنب كل حاجة على قد ما تقدر. طبعا كل حد بيبقى عنده ظروف. ففترات الظروف ديت يعني المفروض ان انت ايه، يعني شغل دماغك، يعني حاول بقى، معرفش بقى انت دي تعرفها ازاي، بس يعني بتبان. تمام. فدي خلي بالك منها كويس جدا. في الفترات دي يعني ايه، ابعد خالص، خد ساتر، خد اجازه، روح اعمل يعني ايه. دي كده حاجه جنرال للفيميل او الانثى في كليه هندسه سواء دكتوره او معيده. دي واحده، يعني نوع، في نوعين بقى من الانواع دول، نوع اللي هو بيبقى يعني عنده ظروف على طول، وفي نوع بيبقى عندها بيت وطبيخ واولاد وغسيل ومكوى، وفي طبعا بقى اللي هم ايه، الناس اللي هي ايه مش متجوزه اصلا، فدول بقى بيبقى ايه حياتهم كلها ابحاث وريسيرش وبتاع. فدول بقى ايه، يعني ايه دماغهم حته تانية خالص. فيعني المفروض انت بقى ايه تعرف كل حد مدخله فين. ويعني مثلا اللي عندها بيت واولاد وطبيخ وغسيل ومكوى والكلام ده كله، دي ما تكترش معاها، يعني ما تهريش معاها بقى، ما تقعدش تقول بقى ايه بتاع. دي واحده عايزه تقول البقين
وتروح تدي ايه تعمل الغدا لجوزها، او تشوف بقى تروح بدري تنام ساعتين، يعني تشوف اللي وراها في البيت. فدي يعني ايه، خلي بالك منها. اما الشخصيه التانية برضو ما تكترش معاها، يعني ما تكترش معاها برضو. دي برضو بيبقى عندها برضو ابحاث وبتاع وعايزه ترقيات والقصه ديت والريسيرش والكلام ده كله. فيعني خلي بالك برضو، يعني وانت بتتعامل مع الشخص الانثى، يعني خد احتياطاتك وحذرك كويس جدا. تعامل بكل احتراس، تعامل بكل دقه. اديها وضعها. كلمه السر زي ما احنا قلنا، انت شكلك خاسه، هتقول لها كده صدقني هتكسب كتير جدا جدا جدا. اي واحده حتى لو هي رفيعه قول لها انت خاسه برضه. تمام. طيب. طيب نيجي لاول نوع معانا اللي هو الدكتور او المعيد الكشكول. دكتور او المعيد الكشكول ده نقصد بيه اللي هو الراجل اللي بيبقى حافظ مش فاهم، اللي بيدخل يرص المنهج زي ما هو كده، مش فارق معاه انت فهمت ولا ما فهمتش. ده تلاقيه داخل معاك بكراسات وكشاكيل قديمه كده، ورا اصفر كده راح عليه الزمن، من ايام ما هو كان طالب، ملخصات كده مطلعها كده، يعني حاجات ورا اصفر كده مصفر من كتر ما هو قديم. طالع بينقل بقى لنفس الكلام ده على السبورة، او بيقعد مثلا يحطه في باوربوينت ويقرا الباوربوينت. فده يعني مثلا اللي هو ايه، عارفين النظام بتاع تلاوة رائعة للبرزنتيشن يا دكتور، ده يعتبر من انواع اللي هو ايه، الدكتور او المعيد الكشكول. فده طبعا يعني بتحاول ان انت تتجنبه على قد ما تقدر. حاول تقرا مع نفسك، ما تكلموش، ما تقولوش انت حلو ولا وحش، ولا انت شاطر ولا مش شاطر، ولا انا فاهم ولا مش فاهم. الكلام ده كله طبعا ده كله هيأذيك. جميل. فالدكتور الكشكول علاجه ان انت تجيب كشاكيله القديمه دي وتقعد تحفظها زي ما هي، وتدخل بيها الامتحان. هو كده كده الدكتور الكشكول ده مش بيغير امتحاناته، يعني انت لو رحت المكتبة اللي جنب كليتك جبت الامتحانات القديمة بتاع الدكتور الكشكول ده، هتلاقيها هي ما بتتغيرش. هو راجل يعني حافظ مش فاهم، راجل بيجيب امتحاناته هي زي ما هي كل سنة. ما بيبتكرش. حافظ، يعني هتلاقيه علم قديم، يعني عارف بقى اللي هو تلاقيه مثلا، يعني عندنا في حاجات ميكانيكا تلاقيه مثلا يقعد يقول لك بقى ايه المخرطة والمقشطة والظرف، يعني مش عايزين نتكلم على حاجه معينه. اللي هو اساسا يعني في حاجات دلوقتي جديده مثلا في السي ان سي، الناس لسه دلوقتي خلاص بقت مش شغاله بالجي كود والان كود والام كود قصدي. فيعني دلوقتي بقى في بوست بروسيسورز جديده، ففي ناس مش بتبقى ابديتد. مثلا في اندستريال انجينيرنج مثلا لين والسيكس سيجما ده بقى علم عليه تراب خلاص بره. يعني بره ما ينفعش تقول لحد لين وسيكس سيجما. طبعا في دكاتره لسه لغايه دلوقتي ما تعرفش يعني ايه لين والسيكس سيجما، فيعني دول حالتهم بؤس لاقصى درجه متخيله. فتخيل بقى لما يكون عارف لين وسيكس سيجما فهو عليه تراب. فدي نقطه نخلي بالنا منها. طبعا الناس دي يعني بتحاول تهز راسك في المحاضره. يعني انت فاهم، يعني على طول اكنك بقى عارف انت الراجل بتاع الدي جي وحاطط السماعه في ودنه، لاعب بيهز في راسه كده، انت هتفضل شغال زيه بقى. اللي هو انت فاهم، فاهم، تهز راسك كده اللي هو حاطط راسك على رمان بلي. جميل. وساعة الامتحان بتروح تجيب الملازم والورق والامتحانات القديمة تحلها، تدخل تقفل المادة. والمادة دي يعني تستعوض فيها ربنا، أو تحاول تشوف حد فاهم يشرحها لك، أو تحاول تذاكرها مع نفسك بقى وتفهم بيها الحاجة اللي أنت عايزها بعدين. فده كده أول نوع من أنواع الدكاترة أو المعيدين في كلية الهندسة. طبعا ده بيبقى فيه ميل وفيه ميل، يعني في ذكر وأنثى، يعني في من النوع ده والنوع ده. تمام. فتعالوا كده نشوف تاني نوع معانا ايه. طيب النوع اللي بعد كده دكتور او معيد الرسم. الناس دي اكتر ناس للاسف مظلومه في كليه الهندسه. الناس دي اكتر ناس الناس متخيلها سيمبويه. كيرفاتك حلوه يا باشمهندسه. طبعا البنت تاخد درجه عاليه والولد ياخد درجه زي الزفت، والولد هو اللي عامل للبنت اللوحه. طبعا دي كلها معتقدات عند كل المهندسين او كل الطلبه اللي بيدخلوا كليه هندسه، معيد الرسم او دكتور الرسم. طبعا لو البنت، يعني احنا زي ما قلنا ان يعني جنس ناعم ومش جنس ناعم، وكليه هندسه اساسا ما فيهاش جنس ناعم. ف في ناس للأسف في اعتقادها إن البنت بتاخد درجات أكتر من الواد. ممكن ده يكون حقيقي في بعض الأماكن، بس يعني عندنا احنا مفيش الوضع ده، البنت بتاخد أقل من الولد. عشان بس كونسبت معيد الرسم أو دكتور الرسم، وحتة بقى اللي هي الكرفاتك حلوة يا باشمهندسة، يعني الحتة دي مش عندنا خالص، يعني لا كرفات قصده الفلت. بمناسبة الموضوع ده برضو كان في حد، كانت برضو بنت زمان في جامعة، يعني مش جامعة النيل، جامعة تانية كده مش هنقول اسمها.
كانت جايه برضو تقول له هو الفيليه بكام يا باشمهندس، هي قصدها الفيلت يعني. فيعني المفروض ان احنا كده نضحك بقى، اللي هو يعني ها 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 فيليه ايه، انا مش في مطعم سمك، انا مش في مطعم ابن حميدو. هي قصدها على الفيلت، فتعليم فرنش بقى، ففيلت يعني يبقى فيليه. طبعا الفيلت ده احنا عارفينه اللي هو ايه في كورسات الرسم بتاعتنا. المهم، معيد الرسم دايما مظلوم. دايما معروف ان هو بتاع بنات، معرفش ليه يعني، ما هو معيد الرسم ده ممكن يكون بيدرس مواد تانية، فيعني اشمعنى بتاع الرسم بالذات. فيعني يا رب الفيديو ده يغير وجهة نظر الناس عن معيدين الرسم. هو الرسم ده حاجة يعني evaluative مش subjective شوية يعني. في حاجات بتاخد عليها درجات زيادة، حاجات بتاخد عليها درجات أقل، زي النظافة واللوحة نظيفة أو مش نظيفة، ده بياخد معاك درجات سواء بزيادة أو بالأقل. ف النوع ده من الانواع يا عيني اللي بتتعذب، بيقعد يصحح كمية لوح قد كده ويطلع قرف يعني وغل، يعني الراجل ده يعني بيتعذب جامد جدا. فالناس يا ريت هتقدر الراجل ده. وهو يعني حتى لو فيهم سيمباوية، ففي يعني السيمباوي ده ممكن يكون في اي حتة تانية، يعني مش شرط يكون في بتاع الرسم بس يعني. فده النوع يعني يعني يا ريت الناس تعيد وجهة نظرها في دكتور او معيد الرسم. طيب دلوقتي نيجي للدكتور او المعيد الكنافة. الدكتور او المعيد الكنافة ده يعني هو اقرب الى حد ما للدكتور او المعيد الكشكول. يعني الكشكول بيبقى عنده داتا قديمة بيقرا منها، يعني هو عنده علم مش بيتجدد. الكنافة ده بيبقى كنافة خالص، يعني بيبقى حاجة بطاطس كده، حاجة في البطيخ، يعني هو فجأة كده لقى نفسه معيد أو دكتور من الهوا، ما يعرفش ازاي يعني، حصلت كده يعني حاجة إلهية خليته معيد، وبعد كده خد الدكتوراه بقى دكتور. وهو يعني الكنافة ممكن تكون طعمها حلو شوية عنه يعني. ف ده نوع يعني معرفش بقى ايه فايدته في الحياة او بيعمل ايه. فالنوع ده بصراحة انا معرفش حتى بيتعاملوا معاه ازاي، اللي هو الدكتور او المعيد الكنافة ده. حسسه بان هو كنافة فعلا او لا، يعني ده المفروض تحسسه ان هو برضو حاجة حلوة، حاجة عظيمة، حاجة زي الفل. هو ده المفتاح لكل التعامل مع كل الناس، اللي هو ان انت تحسسه ان هو فاهم، تحسسه ان هو عظيم، تحسسه ان هو حاجة ما هنا ما هناك. ان هو يعني الدنيا كلها زي الفل معاه. كنافة طبعا عارفين، في كنافة نابلسية دي بتبقى تحفة جدا، انا بموت فيها بصراحة يعني. طبعا دي بتبقى ليها فايدة عن الدكتور او المعيد الكنافة. الناس دي يعني معرفش ربنا يحاسبها، اللي هي اللي بتبقى داخلة تشرح حاجة ملهاش دعوة بيها خالص. يعني مثلا واحد داخل دكتور في حاجة، يدخل يدي مادة في حاجة تانية خالص. طب ليه يعني؟ انا مش فاهم ايه اللي جبرك على كده. ما تسيب يا عم، ادي العيش لخبازه وسيب المايك لاستاذه، بحيث ان انت برضو حتى ما تبانش قدام الناس كنافة. فيعني كل واحد بيبقى ليه ظروفه والحاجات اللي اجبرته ان هو يبقى كده. فالناس دي يعني انا يعني بشفق عليها وبقول لهم يا ريت تطوروا من نفسكم شويه. الناس دي محتاجه ان انت يعني تعاملها معامله برضو خاصه، تحسسها ان هي برضو يعني كنافه حلوه وكنافه جميله والدنيا زي الفل. طيب نيجي للنوع اللي بعد كده، الدكتور او المعيد الفتك. يعني الفتك ده في منه نوعين، في النوع الهارش وفي النوع المستعجل. تمام، يعني كده لما تيجي تعمل له كلاسيفيكيشن او سورتنج كده، يبقى الفتك نازل منه حاجتين كده، اللي هو المستعجل والهارش. الهارش ده بيبقى عارف انت بتعمل ايه وسايبك بمزاجه، وهارش كل الليله بقى، فهارش بقى التطبيل الحاجات التانية، وهارش ان اللي قدامه بيحطه في الكيس. فده بيبقى هارش كل حاجة. اما المستعجل ده بقى اللي هو ايه، مش فارق معاه اي حاجة، هو جاي يقول الكلمتين. ده راجل بيبقى عنده شركات وعنده بيزنس بره ومشاريع وبتاع. الجامعة دي بالنسبة له كده حاجة كده اللي هي ايه، تقضية مصالح كده. لو انا راجل دكتور في جامعة وفي نفس الوقت هو البيزنس والشغل بتاعه اللي بره، ده اللي بيبقى يعني خلاص ده حياته كلها. آه، الناس دي ليها معاملة خاصة برضو، ده لازم تحسسه بوضعه. هي ده زي ما قلنا، ده في كل الانواع لازم تحسسه بوضعه، لازم تحسسه ان هو يعني روش جدا. النوع ده من الانواع اللي هي بقى يقول لك ايه، كل شويه يقول لك ده انا لما كنت في مش عارف فين، لما كنت في امريكا شفت مش عارف ايه، لما كنت في المانيا لما رحت زرت مش عارف مين، لما عملت ايه، لما تلاقيه اللي هو كل شويه يقول لك لما، ويشغل لك بقى اغنيه ايه بقى، كان في اغنيه شعبيه زمان اسمها لما، مش فاكر انا البتاع. المهم ده اللي هو الراجل تلاقيه يقول لك ايه، بعد ما احكي لكم قصه الفيل هدخل لكم على الدرفيل. تمام، اللي هو الفيل والدرفيل، يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني، بس يعني ماشي.
فتلاقيه مقضيها بقى قصص وحكايات وبيملى الشريط. بيحكي لكم عن انجازاته وعظماته وحاجاته بقى وسلطاته وتكاته وبابا غنوجاته. فده نوع برضو يعني طبعا تقول له المفروض ده يعني ترد عليه حاجه واحده بس. الله عليك يا استاذ. تمام. وطبعا ده المفروض الرد الوحيد للنوع ده. طيب اخر نوع معانا هو النوع البوب، وطبعا البوب ده هو نوع فريد وحيد مفيش زيه اتنين. والبوب ده يعتبر هو اللي بيكتشف المواهب. ده بالظبط زي كشاف النجوم. زمان كده كان في واحد بيمر على المدارس في حصة الألعاب كده، يشوف مين بقى اللي بيلعب حلو يروح واخده بقى ايه، يمضي معاه عقد في النادي الأهلي والنادي مش عارف ايه. أنا شفت الكلام ده زمان في المدارس الحكومية الابتدائية بتاعت زمان. كان في حد اسمه كشاف النجوم بقى، يدور كده على في الملاعب في الشوارع في البتاع. فده كان بيكشف النجوم. هو البوب بالظبط كده كشاف النجوم. هو بيعمل ايه بقى؟ رمز الحنوكة الأول. البوب ده بيكتشف انت تنفع في كلية هندسة يقول لك انت كمل قشطة، انت مش هتنفع في كلية هندسة يقول لك يا ابني خدها من قصيرها عشان مش هتنفع في كلية هندسة، فروح شوف مصلحتك في حاجة تانية، اكتشف موهبتك ايه. يعني في ناس حولوا من كليات هندسة كتير جدا وربنا فتح عليهم وكرمهم ورزقهم في حاجات تانية كتيرة جدا. يعني كمية الناس اللي البوب خلاهم يحولوا من كلية هندسة سواء بقى في الجامعة دي أو الجامعة دي. الناس دي يعني ربنا كرمها من واسع. ليه؟ هو اكتشفهم بدري. انت هتخلص هندسة، هندسة مش بتاعتك. هندسة دي يعني الناس اللي هي اللي ايه يعني اللي عايزة غاوية هم وقرف وبتاع. فانت بتكتشف نفسك بدري بدري وتروح تشوف مصلحتك فين. في اللي راح بيزنس واللي راح ماس كوم اللي هي ماس كوميونيكيشن اللي هي الحاجات بقى اللي هي بتاعت الاخراج والكلام ده. في ناس راحت تمثيل، في ناس راحت بيزنس، ناس يعني راحت مطرح ما راحت. في اللي حاول بره مصر وراح بقى دخل حاجات تانية جميلة برضو مش هندسة. فاكتشف نفسك، يعني اكتشف نفسك ومش تحطش نفسك تحت ضغط. مش لازم تدخل كليات قمة، مش لازم تبقى دكتور او مهندس. هتدخل يعني هتزعل جامد قوي من دكاترة ومعيدين كلية هندسة سواء بقى بمختلف انواعهم بتفاصيلهم بسلطاتهم ببابا غنوجهم. طبعا هندسة بتعلمك ازاي تبقى محنك في التعامل. ده يعني خبرة أساسية لازم تتعلمها من كلية هندسة، ازاي تبقى تعرف تعامل اللي قدامك ازاي. طبعا البوب النوع ده نوع فريد، نوع وحيد، نوع ملوش مثيل. رمز الحنوكة الأول زي ما قلنا. طبعا الناس عارفة يعني ايه حنوكة. اللي ما يعرفش ممكن يعمل سيرش على جوجل يعني ايه حنوكة هيعرف. هم 8 شمعات ولا 7 شمعات، كل واحدة معينة. في الآخر الناس بتتظبط والناس بتطلع مبسوطة ويعني والناس بتحب البوب. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. واستنونا في فيديوهات تانية أحسن وأحلى جدا جدا جدا. استنونا الفيديوهات اللي جاية واشوفكم الفيديو اللي جاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.